قبل ما نمشي او قبل ما نطلع من البيت هنشيك على الكهرباء بتاعتنا، نشيك على الفريزر بتاعنا مسدوده كويس، هنشيك على التلاجة بتاعتنا مسدوده كويس، الفيش اللي ملهاش لازمه، فيش الواي فاي، هنشيك على الغاز، لازم نقفل محبس الغاز كويس جدا، لو عندك انبوبه هنقفل الانبوبه كويس جدا. ويا صلاة النبي، ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب يجعل ايامكم كلها خير وبركه، قولوا امين يا رب العالمين. اللهم مغير الحال والاحوال غير حالنا لاحسن وافضل حال، قولوا يا رب. بصوا بقى، انا اسفه ان الفيديو ده ممكن يكون نزل متاخر شويه، بس عايزه اقول لكم ده فيه الخلاصه في كل حاجه عن المصيف وتجهيزات المصيف والكلام ده كله. ده لو احنا مسافرين يوم، انما لو احنا مسافرين اسبوع بحاله او اكتر من اسبوع ان شاء الله اعمل لكم فيديو تاني، فاكتبوا لي تحت في الكومنتات لو انتم محتاجين فيديو تاني او الكلام ده كله. طالبه منكم طلب صغير يا بنات، كملوا الفيديوهات للاخر لان بجد انا محتاجه دعمكم الفتره دي ومحتاجه اكمل الساعات، فرجاء اللي يشوفني يكمل الفيديو للاخر ومش طالبه معاكم اكتر من كده. طبعا اهم حاجه ما تنسوش اللايك، ولو ما اشتركتوش اشتركوا عشان الفيديوهات اللي جايه عايزه اقول لكم تحفه جدا جدا وتغيير تاني بقى على اللي احنا كنا شغالين عليه. بصوا بقى، طب احنا دلوقتي رايحين مصيف في يوم، هنعمل ايه وهنجيب ايه وهنجهز ايه والكلام ده كله. طبعا المصيف احنا بنكون محددين له او عارفين له حتى ان احنا طالعين السنه دي مصيف، طب احنا طالعين مصيف، طب احنا هنطلع امتى، في شهر ايه، في يوم ايه والكلام ده كله. اول حاجه خالص احنا عارفين المصيف هيطلع مثلا اخر الاسبوع، قبلها ب3 ايام 4 ايام من الاسبوع هنجيب الشنطه بتاعت السفر بتاعتنا وهنبدا نحط حاجتنا فيها، الحاجات اللي هنا بقى المايوهات، اللبس، مش عارفه ايه، الغيارات، الحاجات اللي احنا مش هنستعملها طول الاسبوع خالص بحيث نحطها ولو افتكرنا حاجه نحطها برضو. طيب قبل ما ده كله خالص احنا نكون مفرغين كل الحاجات اللي احنا ناخدها في ورقه زي ما انا عامله بالشكل ده كده، كل حاجه بقى تحطيها في الورقه دي. هنفضي دماغنا لان احنا دماغنا لو انت عندك اولاد او انت موظفه او الكلام ده كله بيكون عندك مليون شغله، فانت لو فاكره حاجه وبالذات لما تيجي تنامي لما تيجي تفكري هتلاقي حاجات انت فاكراها تيجي تاني يوم الصبح تنفذيها تنسيها، فاي حاجه في دماغك تكتبي في ورقه في ورقه في ورقه هتلاقي الدنيا سهله معاكي. فضوا مخكم على الورق، اريح لكم بكتير، اريح بكتير ونظام بقى وما تنسيش اي حاجه والكلام ده كله. اول حاجه خالص احنا بالنسبه لينا اول ما نبدا نمشي او نروح المصيف بتاعنا او اول حاجه الصبح احنا هنحتاج فطار. الفطار ده هنكون كاتبين في الورقه بتاعتنا محتاجين ايه. بالنسبه للفطار هيكون حاجات زي سندوتشات او حاجات بسيطه كده في السريع عشان احنا عايزين نستمتع بوقتنا، بلاش القعده ونفرش ونقعد ناكل ونضيع ساعتين 3 في فطار، في حين ان احنا ممكن نقعد في خلال نص ساعه نفطر ونستمتع ببقيه اليوم بلاش تضيعوه في حاجات مالهاش لازمه بصراحه. يعني بالنسبه للفطار هتجيب ان كان عيش فينو او عيش بلدي اللي انت حباه. بالنسبه للعيش برضو، العيش لو انت عايزه تجيبي عيش بلدي بتصحي الصبح تجيبي العيش قبل ما تروحي علشان يبقى طري معاكي وصبح معاكي وحلو. طيب العيش هنكون عباره عن ان احنا كنا جايبين العيش، يعني انت لو انت من الناس زي مثلا انا بجيب العيش كل 3 ايام على بعض اللي هو بالبطاقه، فبالتالي انا هقعد قبلها ب3 ايام ما اجيبش عيش خالص عشان اقدر اجيب عيش، انما انا لو جايبه عيش وضربه 3 ايام قدام مش هعرف اجيب عيش لبكره. طبعا الناس اللي عندهم بطاقه فاهميني انا بتكلم في ايه، فلو انت عندك بطاقه هتقعدي 3 ايام ما تجيبيش عيش علشان لما تيجي تروحي الرحله تجيبي 3 ايام بعيش، انما لو بتجيبي كل يوم بيوم براحتك هاتي. بالنسبه للعيش الفينو الشوارع ماليه الدنيا عيش فينو، فوانت ماشيه هاتي عيش الفينو براحتك، عايزه تبيتيه معاكي بالليل تجيبي بالليل عسل، بس الحاجه لما تبقى صبحه الصبح بتبقى طريه وتبقى حلوه. العيش الفينو لما بيبقى بايت بيبقى نسبه فروله، وبالذات بقى لو انت معاكي اطفال مش هيعرفوا ياكلوه خالص، فنجيب العيش الفينو الصبح، هنجيب العيش البلدي الصبح، دي الحاجات اللي احنا نجيبها الصبح. طيب بالنسبه للفطار بقى في عندك لانشون، في عندك لو هتجيبي جبن هتحطيهم في علب لان الجبنه بتسيح من الحر، فاحنا في غنى عن كده خالص، احنا هنجيب الجبن بتاعتنا البيضه ونحطها في علب على قد الجبنه، علب صغيره بحيث لو حابين نعمل سندوتشات. عندك جبنه رومي، عندك لانشون، حابه تحطي بيض مسلوق، حابه تشتري طعميه وانتم ماشيين تمام. نبعد بقى عن نقل بطاطس، نبعد عن نسلق بطاطس، نبعد عن قليه البتنجان، نبعد عن ان احنا نعمل فول، الحاجات دي هتضطر ان انت تصحي الصبح تعمليهم، فاحنا في غنى عن كده خالص. احنا هنجيب الجبن بتاعتنا من بالليل، من قبلها بالليل او قبلها بيومين ونحطهم في الثلاجه. الفينو واللانشون هنجيب الجبنه، هنسلق البيض من بالليل او حتى الصبح وانت مثلا بتلبسي او بتلبسي الولاد او اول ما تصحى هتحط البيض هيتسلق معاكي في 8 او 10 دقايق وخلاص. ده بالنسبه للفطار. هنروح هناك هنطلع الفينو بتاعنا هنكون واخدين المقص بتاعنا عشان نقص، هنعمل بقى سندوتشات الجبنه، سندوتشات اللانشون، جبنه رومي، اي حاجه من اللي انت عايزها. حابه برضه تاخدي جبنه مثلثات عسل وتعملي السندوتشات وانت قاعده، اسهل لك واريح لك بكتير جدا جدا. هناخد الخيار بتاعنا زي ما هو صحيح، هناخد الطماطم بتاعتنا زي ما هي صحيحه عشان الطماطم بالذات ما تتقطعش خالص
غير ساعه الاكل عشان احنا في الحر فهتبوظ منك كده. بالنسبه للفطار خلاص خلصنا منه. هنخلص الفطار بتاعنا، الاكل هنربطه كويس وهنعينه في الشنط، مش هنسيب الاكل المفروض. نمسح الترابيزات اول ما نروح، وبعد ما نخلص اكل هنمسح ترابيزاتنا تمام. نلم حاجتنا في الشنط عشان الدنيا تبقى رايقه قصاد مننا. ده لو احنا رايحين يوم مش يبقى زحمه بقى واكل هنا لا لموا على قد ما تقدروا عشان تقدروا تستمتعوا باليوم. بالنسبه بقى للتسالي، تعملي ترمس عندك في البيت بالليل قبلها بيوم او بيومين وتسلقوه من بالليل. الترمس بيتسلق بالملح بتاعه علشان يبقى متملح وطعمه حلو. اللي يقول لك ما تسلقوش الترمس بالملح او حط الترمس وفي الاخر نبقى نحط الملح ما تسمعيش كلامه. عايزه تاكلي ترمسيه صح، ظبط الملح بتاعها وهي بتتسلق. نحط الترمس بتاعنا، هنعمل ترمس، وطبعا انا عامله فيديو لكم بشرح كل الكلام ده ان شاء الله هنزله قريب جدا جدا. هنعمل ترمس فيه حابه تجيبي شيبسي، حابه تجيبي لب، حابه تجيبي جلبان، حابه تجيبي شوكولاتات، وبالذات لو عندك اطفال فجيبي الحاجات بتاعتهم عصاير اللي هي البسكوتات بالشوكولاته والحاجات اللي هم بيحبوها. لان القعده على البحر فعلا بتكوني محتاجه ان انت تقزقزي في اي حاجه بغض النظر عن الغداء او الاكل وكل ده، بس القعده حابه ان انت بتتفرجي على البحر فتاكلي حاجه بسيطه كده وسهله وسريعه. هنعمل الترمس بتاعنا هنا في البيت، هنعمل فشار عشان التكلفه تبقى اقل شويه. حابه تجيبي كيسين شيبسي، حابه تجيبي شويه لب، براحتك. خلاص ده بالنسبه للتسالي. للغدا برضو نبعد عن المحاشي، نبعد عن الاسماك، نبعد عن ان كان سمك مقلي او مشوي. لو انت عايزه سمك مقلي فهتضطري تعملي رز ببصل، فطبعا هتروحي هناك البصل هيريح والرز بتاعك هيريح. طب انت ممكن تحطي له صلصه طماطم مثلا في الرز ده، فالرز برضو هيريح، المحشي هيريح منك. فاحنا نبعد عن كده. برضو هنعمل ايه؟ في عندك برجر، في عندك كفته، ان كان كفته لحمه او كفته فراخ. كفته الفراخ انا عملت برضو معاكم فيديو بتعمل كميه حلوه، فممكن نعمل كفته لحمه او كفته فراخ ونمشي الدنيا سندوتشات وخلاص. احنا عايزين برضو نروح نستمتع. لكن انت هتعملي سمك هتضطري تصحي الصبح تقلي السمك او كنت تشويه، هتضطري تعملي الرز. طيب افترضنا ان احنا نعمل الرز وهنجيب السمك من هناك من بره، ماشي. انت معاكي اطفال هتعوزي تفردي، هتعوزي تنصري السمك، هتعوزي تقشري لهم، هتعوزي تاكليهم. طب روحوا غسلوا بقكم، مش روحوا غسلوا بقكم، احنا عايزين نغسل، عايزين نصبن ايدينا، معانا حاجتنا هنوديها فين؟ ولا ايه؟ احنا هنعمل الكفته بتاعتنا هنضربها في الكبه، هنصبعها في التلاجة ونبيتها متصبعه في التلاجة بحيث نصحى الصبح اول ما نصحى ندخلها الفرن تستوي براحتها على بقى ما نتوضى ونصلي ونلبس والكلام ده كله كانت استوت. هنجيب العلب بتاعتنا اللي هي محكمه الغلق، هنحط الكفته بتاعتنا وهنغطيها وبس كده. طبعا احنا معانا الفينو بتاعنا والعيش البلدي، تقدري برضو تروحي تعملي سندوتشات. هتمسكي السندوتش وهتمسكي صباع الكفته، عندك مايونيز، عندك كاتشب، عندك طحينه براحتك. حابه تقطعي سلطه تمام، حابه تدي لكل واحد خيارته ويمسكها كده تمام. كيسين شيبس في وسط الاكل وخلاص، انضف بكتير جدا من ان انت تعملي سمك وان انت تعملي محشي وقلب الدماغ. فنعمل اكلنا حاجات بسيطه كده. احنا برضو رايحين نستمتع باليوم، مش رايحين ان احنا ناكل. احنا هناكل هنا براحتنا في بيتنا في شقتنا، انما هناك احنا لا، استمتعوا، اطلعوا من الجو ده، اطلعوا من الاكل. وليه نجهز اكل كتير ونعمل محشي وليه نعمل سمك لما في حين ان احنا ممكن نعمل الكفته في يوم مش هتاخد معاكي نص ساعه زمن، وهتسيبيها ترتاح في التلاجة وبعدين تطلعيها كمان ساعه ولا ساعتين تصبعيها وتسيبيها والصبح تعمليها. اريح بكتير جدا من ان احنا نعمل اكل صح. انما انت لو مش معاكي اطفال تمام اوكي، حابه تشتري سمك براحتك، هتروحي اشتري سمك براحتك. انت كبيره وجوزك كبير، كل واحد هيروح يغسل ايديه وخلاص. مش تعالى ايدك ومش ايدك، لا ده الاكل فيه شوك، لا مش فيه شوك. انا بالنسبه لي اولادي متعبين في اكلهم فانا مش حابه اعمل سمك. انت لو بسم الله ما شاء الله عليهم يا رب، ربنا يبارك لنا في اولادنا جميعا، من النوع اللي مريحين شويه في اكلهم او كبروا شويه، براحتك دي حاجه ترجعلي. بس انا شايفه ان الكفته بتكون انضف بكتير جدا، او البانيه او الستريبس انضف بكتير جدا واريح واشيك. تاكل الساندوتش وخلاص. هنخلص برضو الغدا بتاعنا، هنمسح الترابيزه بتاعتنا وهنعين حاجتنا في الشنط تاني. هناخد معانا ايه؟ هناخد طبعا لو حبيتي تاخدي طبقين او طبق تمام، تاخدي شوكه لو الاكل محتاج شوكه، محتاج معلقه هتاخدي سكين عشان تقطعي كانت سلطه او تاكليها كده. هتاخدي قرون فلفل حر مثلا لو الناس بتحب الحر، والطماطم والخيار بتاعتك يكونوا مغسولين كويس جدا جدا. طيب بالنسبه للفاكهه لو حابه تاخدي عنب، احنا بناخد الكل من الميه بيكون مليان ميه بتلج، بنكون عاملين التلج قبلها بيومين 3 عشان تتلج كويس جدا. هنحط التلج في الفريزر بتاعنا. مثلا معاكي كولمانين، هتاخدي كولمان فيه تلج في ازايز ميه بتلج بس، والكولمان التاني فيه ميه بتلج. طيب الميه بتلج ده احنا هنشربها، انما التلج بس هتحطي ان كان فيه العنب، هتحطي ان كان فيه الطماطم، تاكلي بقى حاجه ساقعه
ماشي، مش تبقى تسخن من الشمس والحراره والكلام ده كله. معاكي ازازه حاجه ساقعه حطيها برضو في الفريزر، بيتيها بليله بس، ما تخليهاش يعني تبات بيومين او 3 عشان ما تتلجش جامد، لا هي مثلا بالليل حطيها في الفريزر، والصبح حطيها في وسط في وسط الكولمن اللي فيه التلج، وروحي بقى هناك تلاقي استمتعي بالجو. عامله شويه عصير حطيه برضو في الفريزر، وروحي هناك على ما تروحوا وتنزلوا وتفطروا والكلام ده كله، هتلاقي كل الحاجات دي ساحت. طب لو احنا خايفين عليه او عايزين حاجتنا تفضل متلجه او ساقعه، هنحط مثلا كان في عنب في الكولمن اللي بتلج، ان كان في مانجا نحطها في الكولمن بتلج. طبعا الحاجات دي بنكون غسلناها كويس جدا في البيت وحاطينها في اكياس تغذيه بتكون نظيفه. تمام. ناخد ابره وخيط عشان مثلا لو لا قدر الله حاجه اتقطعت، احتاجنا حاجه هنكون معانا الابره والخيط بتاعتنا. اهم حاجه طبعا العيش والفين يكونوا بزياده شويه، ما نقللش في الكميه بتاعتنا علشان ما نحتاجش، لا احنا هنكون جايبين الكميه المظبوطه بتاعتنا، العيش بتاعنا بالزياده، الفينو بتاعنا بالزياده، وكل الكلام ده كله. انت لو من الناس اللي بتصدع او بيجي لها دوخه او ما بتستحملش السفر والكلام ده كله، هنعمل ايه؟ هيكون عندك الصن بلوك بتاعك شاريه من الصيدليه، هتقولي للدكتور عايزه علاج للدوار او للدوخه او الكلام ده كله، هتاخديه معاكي قبل ما تطلعي. هيكون معاكي ليمونه، هيكون معاكي برضه كيس كده لا قدر الله لو حصل حاجه. طيب انت لو عندك اطفال هننبه عليهم الحمام قبل ما نطلع من البيت، هنشرب بق ميه، تكوني انت عامله لهم سندوتشات يفطروا بيها اول ما يصحوا من النوم، يصحوا يلبسوا اديهم سندوتشات يفطروا بيها، ان كان سندوتش جبنه او لانشون او اي حاجه. المهم ما تطلعيش اولادك جعانين، لان اقل مسافه سفر ممكن تقعد في الطريق ساعتين، فحرام ان ده طفل يقعد في الطريق ساعتين من غير ما يفطر. لا هو اهم حاجه يفطر. هتاخد لهم ازازه ميه صغيره عشان لو حب يشربوا في السكه، ازازه ميه مثلا لتر، حب يشربوا، اي حد حب يشرب، حاجتنا تبقى معانا في التمام، مش نقعد بقى نقلب في الشنط ورا. لو انت اطفالك بقى صغيرين هناخد بامبرز بزياده. تمام. ده لو بيبي بقى هناخد بامبرز بزياده، هناخد غيار ليهم بدل الغيار هناخد لهم غيارين، وهناخد فوطه ليهم لوحديهم. ده بالنسبه لو اطفال صغيرين. طب انتي هتاخدي استكانات الرضاعه بتاعتك، هتاخدي الخمار بتاعك لو حبيتي مثلا ساعه الصلاه ولا اي حاجه تقعدي تصلي، او السدال بتاعك، شوفي انتي حابه بايه. لو انتي لابسه جلابيه عادي خلاص، انما انتي لو لبسك مثلا ممكن يكون ضيق شويه او لبس مصيف، فخلاص هنجيب السدال علشان نصلي. وطبعا بتصلي يعني الرجاله بيكون لهم مسجد، انما احنا ممكن ما يكونش لنا مسجد او ما اعرفش حسب المكان اللي انتوا فيه، فلو انتوا قاعدين مكانكم خلاص. بالنسبه للهدوم بتاعتنا، الهدوم الاولاد الصغيرين او الاب او اي حاجه، احنا ما بناخدش طقم داخلي، واحنا بنستحمى او بناخد شاور قبل ما نطلع، فبنكون لابسين غيار نظيف، فهنروح هنقلعه وهنلبس المايوهات، هنطلع من الميه هنلبسه وهنلبس هدومنا الخارجيه وهنمشي. فملهاش لازمه ان احنا ناخد كل واحد لابس طقم داخلي، ولا نجيب لهم كمان طقم داخلي كمان غير الهدوم الخارجيه. لا، هدومنا نضيفه نمشي بيها نضيفه من هنا، هنرجع بيها تاني. فعشان ما نشيلش شنط ما نكترش، احنا هناخد طقمين او 3 غيارين داخليين لو انت عندك بيبي لسه بيرضع. انما لو انت اولادك بقى كبروا شويه ل4 سنين 3 سنين، لا اللي هيروحوا بيه هيرجعوا بيه، عشان احنا معانا حاجات كتير، فبقى مش عايزين لخمه في الهدوم او الكلام ده كله. بنحط المايوهات بتاعتنا في الشنطه، تكتبوا كل واحد بالورقه بتاعته او كل واحد باسمه محتاج ايه. فوطه طبعا انت بيكون ليكي فوطه، وجوزك اللي بيكون ليه فوطه، او ممكن الاولاد يكون لهم فوطه، او ممكن تنشفوا الاولاد وجوزك بفوطه او انت وبناتك بفوطه، عشان برضو ما نكترش في الحاجه. بناخد الشامبو بتاعنا وبناخد المشط بس. شامبو بقى تلاقيه كله، مش لازم بقى ناخد شاور وبعدين ناخد شامبو ونرجع ناخد صابونه لايدينا، لا هو مثلا ازازه زي اي ازازه فاضيه عندكم صغيره مثلا هنملاها شامبو او شاور. ده مثلا جوزك لو انت مثلا معاكي اولاد، يبقى جوزك والاولاد هياخدوها، وانت هتجيبي كيس صغير هتحطي لك فيها مثلا ايه زي غطا او اي حاجه على قدك انت. انا هحط الهدوم في الشنط بتاعتنا حسب استخدامها الاول، يعني الهدوم اللي احنا بنحتاجها الاول فوق، بعد اللي هي الاقل اهميه هيكون تحت. تمام. علشان مش نقعد بقى عشان عايزين حاجه في الاول او هنلبسها، او مثلا نلبس المايوهات اول ما نروح، مش نطلع الشنط كلها عشان المايوهات في اخر الشنطه، لا احنا نحط حاجتنا الاهميه في الاول او اللي احنا هنستخدمه الاول، وبعد كده اللي احنا مش هنستخدمه بعد كده هيكون تحت. ناخد مناديل مبلله عشان لو حبينا نمسح الترابيزات، حبينا نمسح ايدينا، الاولاد كلوا شوكولاته كلوا اي حاجه يمسحوا ايديهم. هناخد مناديل ناشفه برضه عشان لو يعني احتياطي مثلا حصل حاجه رشح مش عارفه دموع اي حاجه، فهنمسح معانا مناديلنا غسلنا هننشف بيها او اي حاجه، المهم هنكون معانا مناديل ناشفه. شوفي انت برضو محتاجه ايه، اولادك او معاكي بنات محتاجين ايه، فبرضو نكون مظبطين دنيتنا. المناديل طبعا عشان نبقى نمسح بيها الترابيزات بعد الاكل او قبل الاكل، اول ما نروح بنمسح الترابيزات بتاعتنا بمنديل مبلله، او مش معاكي مناديل مبلله بالشوط مايو هننشف بالمناديل. هنكون شاحنين الموبايل بتاعنا كويس جدا قبل ما نمشي عشان نروح بقى نستمتع ونتصور والكلام ده كله، مش نروح نلاقي الموبايل قرب يخلص شحن او الكلام ده.
لا، نشحن موبايلاتنا، كلنا نشحن الموبايلات، نكون نايمين وموبايلاتنا 100%. نكون واخدين الكابات، عندك نظارات، من الناس اللي مربيه ضوافرها نقص ضوافرنا كويس قبل ما نمشي علشان الميه بتهري الضوافر، او هتلاقي ان ضوافرك بدات تتقطم منك، فلا نقص ضوافرنا كويس. هنجيب مرطبات علشان وشنا، طبعا هندهن وشنا الصن بلوك، وهنجيب مرطب عشان حراره الشمس بعد ما نخلص. دي بالنسبه للحاجات البسيطه، بلاش اكسسوارات، بلاش، لا هو حاجه كده خفافه كده، لان احنا مش هنقعد بقى كل شويه نخلع واللي مش عارفه راح فين لا، بلاش من الكلام ده كله، روحي واستمتعي وريحي بالك. بلاش برضو الميك اب على وشنا، علشان احنا هنروح هنحط الميك اب فهنضطر نزلنا الميه، طب ابص في المرايه الروج سح، مش عارفه الكحل سح، فاحنا في غنى عن كده خالص. بلاش ميك اب خالص. قبل ما نطلع هنكون عاملين عجينه زي ميه مورد ونشا وبودره الاطفال، هنعجنها وهنحطها في قوالب التلج وهنحطها في الفريزر، بحيث ان كل شويه برضو بعد ما نيجي ندهن على وشنا عشان يرطب الكلام ده كله، علشان طبعا من حراره الشمس. بالنسبه ليكي او بالنسبه للبنات لازم يكون في عنايه شخصيه بجسمك، لازم نكون عاملين سكراب للجسم، نكون عاملين سويت، نكون عاملين نعين رجلينا في ميه سخنه ودعكين رجلينا بالحجر، نمرشها كده بالحجر ونظبطها، عشان بصراحه من الحاجات اللي هتزعلك جدا لو رحت لقيت شكل رجليك وحش، او حتى لو نظيفه بس هتلاقيها خشنه او ناشفه، لا. فاحنا نكون مظبطين رجلينا، عاملين الباديكير بتاعنا وعاملين كل حاجتنا بحيث نروح نستمتع، مش نكون مكسوفين من ايدينا عشان مش عارفه ايه او رجلينا عشان لا. اعملي حاجتك في بيتك قبل ما تمشي، شوفي انت بتهتمي بنفسك ازاي قبل ما تمشي، واعمليه قبلها بيوم بحيث تروحي وانت مرتاحه ومطمنه، مش تكوني مكسوفه من اي حاجه خالص. طبعا اكل المصيف احنا قلنا اكل المصايف تبقى حاجات نواشف وفويل، بحيث لو ما نخلص الاكل بتاعنا نقدر نستغنى عنهم. هناخد اهم حاجه اكياس، علشان طبعا اللي هي الشنط البلاستيك، بحيث لما نطلع من الميه ومروحين نحط الهدوم المبلوله في الاكياس دي، مش نيجي ندور نحط هدومنا فين. هناخد اكياس برضو عشان لو المكان اللي احنا فيه ده ما فيهوش باسكت للزباله ولا حاجه نحط فيه، ان ما نقزقزش اللب ونرمي في الارض، ما نقزقزش الترمس ونرمي في الارض. كل حاجه احنا خدناها او احنا مستغنيين عنها هنحطها في الكيس دي، وهناخد الكيس واحنا ماشيين ونرميه في اقرب باسكت زباله، مش هنبهدل تحت مننا. حرام يا بنات، في ناس بتشتغل او شغلانتها ان هي تلم الزباله، فبلاش نتعبهم، نروح مكرمين كده ونرجع برضو مكرمين. المكان اللي انت رايحه بيتك والمكان اللي انت قاعده فيه بيدل على ان انت لو انت بهدلت في الارض يبقى انت كده ده مكانك في البيت كده، انما انت بتحافظي على المكان اللي انت قاعده فيه فانت فعلا محافظه في شقتك. فنخلي احنا اسلوبنا بيدل على تربيتنا وعلى حياتنا واسلوب حياتنا. قبل ما نطلع خالص من البيت هنكون مروقين شقتنا قبل ما نمشي، يعني قبلها بيوم كمان، يعني قبل ما ننام كده نكون مروقين الشقه، ما عندناش غسيل غسلين هدومنا، ما عندناش مواعين ماسحينها ومظبطين الدنيا دي كلها، بحيث لما نروح احنا جايين تعبانين مش قادرين اصلا نعمل اي حاجه. هدوم ان كان نحط الهدوم في الغساله بس اللي هي المبلوله، او هدومنا اللي احنا استعملناها نحطها في الغساله ونطلع نحطها على الحبل وخلاص. مش احنا نكون جايين بقى في دماغنا مليون حاجه، احنا عايزين بقى نروق المطبخ بتاعنا، الاكل اللي احنا كنا بنجهزه في المصيف عايزين نروق السرير او نعدله مكان ما كنا نايمين، لا. ظبطي شقتك قبل ما تمشي خالص خالص، بحيث انت تروحي قاعده هناك انت بالك مرتاح، مش شايله هم الشقه ولا هم غسيل تاني يوم ولا الكلام ده كله. امشي كأن شقتك تاني يوم العيد. عارفه لما احنا بنكون خلاص النهارده العيد او بكره العيد، انت بتكوني عامله ايه في شقتك؟ اعملي كده عشان تيجي تكوني مرتاحه، تيجي بقى خلاص كده انا مش ورايا حاجه. ممكن لو اكل فاض منك هتعملي تاني يوم، ما فاضش خلاص هنعمل اي حاجه كده في السريع، بس شقتنا بتكون نظيفه ما فيهاش اي حاجه. قبل ما نمشي او قبل ما نطلع من البيت هنشيك على الكهرباء بتاعتنا، نشيك على الفريزر بتاعنا مسدوده كويس، هنشيك على التلاجة بتاعتنا مسدوده كويس، هنشيل الفيش اللي ملهاش لازمه، فيش الواي فاي، فيش ان كان في التلفزيون ملهاش لازمه، فيش مثلا مشترك محطوط ومش بنستعمله. هنشيك على الغاز، لازم نقفل محبس الغاز كويس جدا، لو عندك انبوبه هنقفل الانبوبه كويس جدا. ظبطي دنيتك. هنقفل الشقه كويس، ما نسيبش مثلا باب بلكونه مفتوح، لا احنا اكتبي كل الحاجات دي في ورقه عشان ما تروحيش ما تنسيش واحنا ماشيين في الشارع، ده انا نسيت اقفل الميه، نقفل الميه، ده انا نسيت اقفل الغاز، ده انا نسيت اقفل مش عارفه في الواي فاي، لا اقفلي دنيتك دي كلها وانتي تكوني اخر واحده طالعه من شقتك. نزلي بقى كله تحت في الشارع او كله تحت في المدخل يستنوكي وانتي تطلعي بصي في شقتك. الفيش الواي فاي متشاله، التلاجة مقفوله كويس، لا يكون حد مثلا دخل بعد ما انت نزلتي ولا حاجه ونسي يقفل التلاجة. الفريزر بتاعك، الحاجات ديت يعني مش شرط تكون احنا رايحين مصيف، لو انت رايحه مثلا تمرين حتى ساعتين 3 لا تشيكي على الفريزر بتاعك مقفول كويس، على التلاجة بتاعتنا مقفوله كويس، والحاجات دي كلها. فيش الفلتر ملاش نحط فيش الفلتر، لا احنا نشيلها عشان مثلا لو حصل حاجه نكون شايلين كل حاجه، كل اللي هيكون محطوط في البيت
هي فيش التلاجة وفيش الفريزر، غير كده ما تحطوش اي حاجه. هنقفل شباكنا كويس جدا، هنقفل بابنا كويس جدا، ونتكل على الله. ما ننساش واحنا ماشيين ندعي، نقرا القران، الكلام ده كله، وان شاء الله نروح ونرجع واحنا مبسوطين. بلاش يا بنات توتر عصبي. لو احنا قاعدين اهل مع بعض، حد قال كلمه نعدي، انت مثلا مع حد مش يعني حد تعرفيه بس العيله متوتره شويه، عدي، استمتعوا بيومكم وريحوا مخكم من اي مشاكل ومن اي حاجه، خلاص، وفرحوا اولادكم. اهم حاجه يا بنات ما ننساش العوامات بتاعتنا، لازم ناخد العوامات بتاعه الاطفال. لازم لو معاه بورد ياخد البورد، لو معاه كوره تاخدوا الكور بتاعتهم، خليهم يستمتعوا ويلعبوا بالوقت بتاعهم. طيب انت لو اطفالك مثلا لسه صغيرين هتقعدين في العوامه وهتمسكيهم وتستمتعي معاهم بالميه. لو انت ابنك بيعوم كويس في السباحه والكلام ده كله، خلاص خدي البورد بتاعه وامسكيه بايدك كده وتعلمي انت او العبي او استمتعي بالميه انت. وعشان احنا معانا اطفال صغيرين مش لازم نكبت نفسنا، لا، عيشوا اللحظه وعيشوا اليوم ده، هو يوم طلعوا بقى كل طاقتكم فيه، بحيث نرجع نكون خلاص طلعنا كل الطاقه السلبيه اللي جوانا. ممكن تمسكي العوامه وتلعبي معاهم شويه، شوفوهم بيعملوا ايه وخليهم يعلموكي، وعيشي في الميه. مفيش حد بيكون عارف حد، او ما بيكونش حد واخد باله او مركز مع حد. انتي لو مثلا لبسك محترم واسلوبك محترم، مش حد هيركز معاكي، انما هيركزوا معاكي لو انتي حاجه مش كويسه. فطالما احنا الحمد لله محترمين، فخلاص عيش بقى، محدش هيركز معاكي وربنا حاميكي وحافظك. طالما في حدود الادب والاحترام خلاص. اهم حاجه يا بنات الفوط بتاعتنا لازم تكون نظيفه جدا جدا. احنا بنكون مثلا مخصصين فوط للايام العاديه، مخصصين فوط للضيوف، مخصصين فوط للعيد. لا، هاتي بقى من الفوط اللي محدش يستعملها خالص، وهاتي الوان تبقى شكلها حلو كده، الوان فاتحه، حاجات حلوه. انت طالعه قدام ناس فما تكسفيش نفسك قدام حد، عشان الفوط مثلا شكلها مثلا مغسوله مرتين او 3 او بهت شويه او ايحت شويه، لا. انما انت لما تكوني واخده حاجه جديده، سبحان الله نور ربنا بيكون منور الحاجه ومزهزه الحاجه ومبين الدفوهات بتاعه الحاجه ان كانت حلوه ولا وحشه. فمش نكون قاعدين مكسوفين عشان الفوطه بتاعتنا مش نظيفه او الفوطه بتاعتنا باهته، لا، انت تكوني قاعده كده مرتاحه وحاجتك نظيفه وحلوه، وحتى وانت بتطلعها قدام الناس مش تكوني مكسوفه. تمام. هدوم اولادك تبقى جديده، هدوم جوزك مثلا لو فلنا الحمالات ولا حاجه، الهدوم البيضات تبقى هدوم نظيفه متزهره، مغسوله بكلور، ما نجيبش حاجات باهته. نحاول على قد ما نقدر نستمتع باليوم ده ونجيب انضف حاجه عشان ما نكونش مكسوفين قدام الناس. محدش يقول لي احنا رايحين نتمنظر، احنا رايحين نتدلع ورايحين نستمتع باليوم ده، فاحنا مش نكون قاعدين مكسوفين من حاجه، او الطرحه بتاعتنا او فيها مثلا بقعه، او هدومنا او الهدوم بتاعت الاولاد مثلا هدوم عاديه، لا، شوفي انضف حاجه عندك اديها لهم، انضف حاجه عند جوزك وخليه يلبسها في الطقم الداخلي، في البيت بقى براحتك، انما قدام الناس لا. بالنسبه للسكاكين بتاعتك، بالنسبه لو هتاخدي مقص، هتاخدي السكينه، هتاخدي معالق، هتاخدي علب تلاجة، هتاخدي حاجه، تجيبي اجدد حاجه وانضف حاجه عندك وتستعمليها. مش عندك مقص نضيف، خلاص هنقدر ننزل السوق او اي محل هنشتري مقص من ابو 15 جنيه حتى يقص الفينو، مش عايزين حاجه جامده، 15 جنيه ب 20 جنيه، حاجه تبقى جديده قدام الناس، مش تكون مكسوفه قدام منهم بيها. نجيب سكينه شكلها حلو ونوعها حلو، مش شرط نجيب سكينه شكلها حلو، مش شرط يكون نوعها، بس المهم نجيب حاجه تبقى نظيفه وشكلها نظيف قدام الناس، مش تكوني مكسوفه منها ان السكينه متجرحه او السكينه مثلا عرقانه مكان مسكت ايدك، فتلاقي الخيوط بتاعتها فيها مثلا حاجات مش نظيفه. فلا، نجيب انضف حاجه ونستعملها، نجيب احسن حاجه في العلب التلاجة بتاعتنا، مش نجيب علبه نستعملها بقالها سنين وبهتت كده شويه، او خلاص من كتر الغسيل او كتر الدعك فيها اتجرحت فاللون المزهزه بتاعها ده راح. لا، احنا نستعمل حاجه حلوه قدام الناس علشان هما بياخدوا انطباع عننا. طيب، ولو انتوا ناس كتير في المصيف، عيلة مع بعض او اي حاجة، في ناس بتقسم على بعض الحاجات، يعني في ناس بتاخد الفطار، في ناس بتجهز الغدا، في ناس بتجيب التسالي، فالحاجات دي بتخفف برضو العبء عليك. فشوفي مثلا لو حد من اهلك جاي، انتوا بتكونوا متفقين انا هجيب الفطار، طب انا هعمل شيبس وفشار، طب انا هعمل مش عارفه ايه الغدا، هعمل بانيه، طب انا هجيب فينو، فظبطي الدنيا بقى وشوفي الدنيا هتمشي ازاي. انما لو انت هتجيبوا كل حاجه، خلاص هنكتب في الورقه والقلم كل الحاجات اللي احنا محتاجينها.
الشنطه اللي احنا هنركنها على جنب هنكون ماخدين فيها الغيارات النظيفه، الحاجات الجديده، هنكون واخدين فيها الفوط الجديده علشان ايه ننسى همها او نشيل همها، عشان احنا ورانا حاجات كتير بصراحه. بس كده على ما اعتقد هي دي كل الحاجات اللي تخص المصيف. لو افتكرت حاجه هقول لكم تاني، وهنزل لكم فيديو عملي فعلا وانا بجهز حاجات المصيف. بس كده بالنسبه لي خلصت. بس عايزه اقول لكم على حاجه، في الفيديو اللي فات انا قلت لكم يا بنات ايه رايكم في الفيديوهات اللي انا طالعه فيها معاكم، هل هي كده حلوه ولا بلاش ما اطلعش انا كده ومثلا في فيديو انا هدردش معاكم او اتكلم معاكم خلاص اسلط الموبايل على ان كان سفره على ان كان رخامه وخلاص وان انا ما اطلعش. فرجاء انا محتاجه رايكم ضروري اطلع معاكم كده ولا بلاش. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو لو كملتوا الفيديو للاخر، انزلوا تحت في الكومنتات واكتبوا لي ان انتم الابطال لانكم كملتوا معايا الفيديو للاخر. ما اشتركتوش اشتركوا، فعلوا زر الجرس واختاروا عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على الف خير، مع الف سلامه.